جربوا حطوا الصودا على اللحمة المفرومة وهتعملوا أحلى كفتة ممكن تجربوها. عندنا لحمة مفرومة 20% دسم، نزلت عليها بصلاية مفرومة معصورة من المية، معلقتين كبار من البقسماط، وبعد كده هنتبلها بالبابريكا، شوية من بهارات اللحمة، وبعد كده هنحط لها فلفل أسود وملح وشوية صغيرين من البيكنج باودر. بعد كده هننزل بنص كوبايه ميه غازيه تكون شفافه، اي نوع انتوا بتحبوه. هنا بقى الصودا مع البيكنج باودر هتدي الكفته طراوه وهشاشه مش طبيعيه وبتبقى حلوه جدا. هنعجنهم كويس مع بعض، وبعد كده هنجيب ميه البصل اللي طلعت ندبلها بفلفل اسود وملح وشويه بابريكا وشويه زيت، هنقلبهم مع بعض ونبتدي ندهن بيهم ايدينا ونشكل الكفته بقى باي شكل انتوا عايزينه. عايزين تشووها على الفحم، عايزين تعملوها صينيه في الفرن، او عايزين تعملوها على الطاسه زي ما تحبوا. بعد ما بنخلص بندخلها التلاجة بس تتشمع وتمسك نفسها شويه، وبعد كده سووها زي ما انتوا عايزين. انا سويتها في الطاسه، حطيت في الطاسه شويه زيت ونزلت فيهم الكفته تستوي، ولما استوت وخدت اللون ده من كل الجوانب بحب بقى ازود لها في الاخر شرايح طماطم وفلفل وبصل مع رشه سماق. بقلب كل ده مع بعضه وبتبقى يا جماعه بالطريقه دي تجنن. الكفته بقى بعد كده قدموها بالطريقه اللي انتوا عايزينها او اعملوها ساندوتشات وبالف هنا.